طول ما انت في البيت وما بتتحركيش وما بتطلعيش من اوضتك، هم هيثقوا ازاي انك تروحي القاره الاخرى. انا لو ماشيه على جوجل مابس حرفيا هدوس على العربيات. يلا ان شاء الله نوصل بالسلامه. اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الفلوج العظيم. الحقيقه انه انا جالي شغل في كوالالمبور. انا ساكنه بعيد عن العاصمه اللي هي كوالالمبور، فقلت اخدكم معايا في هذه المغامره العظيمه للسترونج اندبندنت وومن اللي بتعمل لمده 3 سنين. هنا حاولت اثبت التليفون علشان تجربه مش ناجحه قوي، بس يعني حاولت ان انا اعمل زي الفلوجرز بتوع الاكل دول. تجربة مش بطالة. ده البطيخ كان طعمه لذيذ جدا جدا جدا. ودي بتاع كده بالفراخ، جواها فراخ بالكاري، هو الكاري، وطعمها زي ما هو باين، مش محتاجة ان انا اشرح. السلام عليكم. دي بي اس. Let's go. الحمد لله وصلت المكان الصح وطلبت جراب، وهو دلوقتي جاي في الطريق. لما جيت اركب حطيت الشنطه، فراح عمو بيقول لي تعالي اقعدي قدام. قلت له ماشي، بس قال تعالي اقعدي قدام تاني، فده خوفني. قعدت طبعا ورا، كده هقعد ورا، بس هو خوفني زياده. يعني انا لو كنت هقعد قدام مش هقعد قدام. يلا ان شاء الله نوصل بالسلامه. طيب انا وصلت. هكون قاعدة عند واحدة صاحبتي، فمش هصور طبعا احتراما لخصوصيتها، بس هي نايمة دلوقتي، فممكن الف شوية لغاية ما تصحى، لاني مش عايزة اصحيها عشان عندها شغل حرام. No, just visiting someone. مش عارفة بقى إجراءات السلامة أولا. ما حد يسألك انتي ساكنة هنا you know، ولا المفروض أقول أنا مش فاكرة الفيديو كان مش فاكرة كانت ايه الإجراءات. المفروض أقول أنا ساكنة هنا، ولا المفروض أقول لا أنا مش ساكنة؟ المفروض أقول حل عندي، المفروض أقول ايه؟ مش عارفة. خلينا نجيب مية أو عصير لأن أنا عطشانة. المية دي بتفكرني بحاجة، مش فاكرة بتفكرني بايه. ما هذا المكان؟ بصوا يا جماعة، صراحة الماليزيين يعني اوفر اول لطاف. لما مثلا تسألي حد ازاي اروح كده، ولا تبقي مش عارفة او كده، يعني بينبسطوا ان هم يجاوبوكي لو هم عارفين. في بالمناسبة ناس بتيجي تدرس في ماليزيا على حسابها، وبيكون ده بالنسبة لهم ارخص من ان هم يدرسوا في بلدهم. ماشي، فالناس اللي بتدرس مثلا في جامعه خاصه او كده وحابه ان هي تدرس في ماليزيا على حسابها، يا جماعه ممكن تبعتوا لي على الانستجرام، ابعتوا لي دايركت على طول، قولوا لي هاي حبيبه انا عايز ادرس في ماليزيا على حسابي، اعمل ايه عشان ابقى فاهمه على طول واتعامل يعني. ثانك يو. قلت له ممكن اقعد هنا، قال لي اوكي. شوفوا بس المنظر. وي الحلو لما بتدرس في ماليزيا هي انها بلد سياحية كمان، يعني ممكن تتفسح تروح اماكن، يعني يعني فيها اماكن كتير. كأل طبعا مليانة اماكن، بس انا بفضل الاماكن الطبيعية، الجزر بقى، لانكاوي، بانانج. الاماكن طبعا بالذات لانكاوي is my favorite of all times. طبعا انتوا لاحظتوا ان انا قاعدة مستنية عشان كده عمالة ادردش معاكم. ده حقيقي. كذا حد كان سألني ازاي اقنعتي اهلك ان انت تيجي، فممكن نتكلم في الموضوع ده شويه. ان شاء الله هعمل فيديو كمان عن الموضوع ده، بس خليني بس اجاوبكم عليه بشكل بسيط. انا من زمان جدا قلت لاهلي ان انا هسافر، ماشي، وهم ما كانوش مقتنعين ولا كانوا مبسوطين ولا كانوا مرحبين، يقولوا لي طبعا يا حبيبتي هندعمك والكلام ده ما فيش. تمام. وكانوا بس ساكتين علشان خاطر معتبرين ان انا بهبل يعني،
وماشي يا حبيبتي مش مشكله، لما تكبري هتسافري ماشي اوكي. بس انا طبعا كنت حاطه الموضوع في دماغي، وكنت عماله اتعلم لغات معينه عشان خاطر اقدم على منح وكلام زي كده. فكنت مركزه قوي فيه. بعد كده قدمت على منحه، هما بدأوا كده ايه يقلقوا، وبعدين اترفضت فقالوا يلا مش مشكله. بعدين قدمت تاني اترفضت، قالوا خلاص بقى دي يعني هي كده. وبعدين قدمت واتقبلت. اوكي ساعتها هم ما قدروش يقولوا لي لا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ خليني اقول لكم. اول حاجه، انا ما فضلتش قاعده في البيت. انا اول ما اتخرجت من ثانويه عامه تاني يوم تقريبا كنت بشوف شغل. رحت على انترفيو، اتقبلت، اشتغلت. كانت شغلانه غريبه جدا من غير تفاصيل يعني، سبتها تاني يوم. رحت قدمت على شغل تاني، اخدت تدريب، كان شغل صعب واتقبلت فيه الحمد لله. وسافرت، سافرت ايه واشتغلت. اوكي فبقيت انا بشتغل، بقيت بنزل من البيت بتحرك، عرفت طريقه المواصلات، طريقه التعامل مع الناس. انا ما كنتش بتعامل مع ناس يعني، ما كنتش مثلا بركب مواصلات اتعامل واقول مش عارفه نزلني هنا واعمل لي كده، ما كانش فيه. فلما بقيت اشتغل بقيت بقى او ماي جاد يعني، بقيت جامده. فبداوا ان هم يثقوا فيا نوعا ما كنتش بصرف على نفسي يعني، بس جبت لي مثلا الموبايل بتاعي مش عارفه ايه. فحسوا ان انا انسان يعتمد عليه. تمام. طول ما انت في البيت وما بتتحركيش وما بتطلعيش من اوضتك، هم هيثقوا ازاي انك تروحي القاره الاخرى؟ مستحيل. فلازم تعودوا اهلكم ان انتوا قد المسؤوليه من دلوقتي. ما تجوش مره واحده يلا انا عندي منحه وعايزه اسافر. طب هم شايفينك مثلا ما بتتحركش، هم شايفينك ما بتروحش حته. طب سافر جوه مصر الاول، في تطوعات جوه مصر، في انشطه، في ايفنتس، في حاجات كتير قوي انا يعني ما اعرفهاش قوي لاني ما دخلتش قوي في الموضوع ده، بس في حاجات كتير جدا جدا. فسافروا في مصر، سافروا سافروا سافروا. روحوا اقصى الشمال والجنوب، روحوا اسوان، روحوا سينا. في ناس بتروح تتطوع في سينا. فسافروا وعودوا اهلكم ان انتوا بتسافروا وبتعتمدوا على نفسكم، وبكده ممكن تكسبوا نقطة ان هم خلاص يحسوا ان انتوا فعلا يقدروا يعتمدوا عليكم يعني. كمان في حاجة أنا كنت قبل يعني كنت مصممة جدا، ما تبقوش يا جماعة اللي هو إيه، ماما هو أنا ممكن يبقى لأ. ما تبينهمش إن هو هل ممكن ولا مش ممكن، بين لهم إنه أنا عايزة أعمل ده شغفي وده حلمي ومش عارف. حتى لو هتتخانقوا شوية، حتى لو هيبقى في كده يعني ايموشنز كتيرة. شوفوا انتوا برضو كل أب وكل أم وليهم طريقتهم يعني، فانتوا تبقوا عارفين. مش هنصحكم أنا في ده، لكن انا كنت حازمه جدا معاهم، قلت لهم انا هسافر يعني هسافر. وبعد كده بابا كان مره قال لي انه لا او مش عارفه ايه وكده، فعملت له برزنتيشن، ظبطت له برزنتيشن كده، وقلت له يلا عندنا ميتنج. احنا كل ما بيبقى عندنا حاجه مع بابا يعني بنعمل ميتنج ونتحاور ما علينا. المهم عملت ميتنج وجبت الشاي وقعدت قلت له بص، اول حاجه الدوله ديت كذا. كنت بكلمه على تركيا ساعتها، كنت عايزه اروح تركيا، الحمد لله اني ما روحتش. المهم بص الدوله ديت اسلاميه، فمش عارفه طبعا ما علينا. اسلاميه فهي فيها كذا، وبعدين انا مقدمه على الجامعه الفلانيه في المنطقه الفلانيه اللي هي اصلا منطقه كويسه من ناحيه كذا وكذا وكذا، وانا عايزه اعمل مش عارفه ايه، وده هيفيدني في حوارات بقى ولستة مميزات وعيوب، وانه لو ديت العيوب فانا هتصرف فيها بكذا كذا. فاهمين؟ حوار. وكلموهم بالمنطق، ما تقعدوش طول الوقت بس تكلموهم بالعواطف، انا عايزه اعمل وعشان خاطري وعشان مش عارفه مين سافر وانا ما سافرتش. نو، كلموهم شويه بالمنطق انه انا عايزه اعمل كذا وده حلمي و... وعايزه اشتغل على كذا وعايزه ابقى كذا في المستقبل. ممكن يتجاوبوا احسن يعني. ثانك يو. ده المكان اللي صورنا فيه، هو عبارة عن coworking space زي coworking spaces اللي موجودة في مصر. موجود في منارة، مكان اسمه منارة أمبانج. عايزة أضحك، الدنيا هادية خالص. جماعة أنا كان دايما نفسي إن أنا أقطع الورق من البتاعة دي. خلصنا وانا قاعده بشرب شاي اخضر عشان اهدي اعصابي. بحس مش محتاجه اهدي اعصابي ولا حاجه، بس يعني لطيف.
هنا بعد ما خلصت تصوير رحت اجيب اكل، وقلت هروح بقى اكله عند البرجين عشان هم كانوا قريبين مننا. وهنا بجري طبعا يا جماعه هنا لو انتوا ما لحقتوش العربيه هتدوس عليكم عادي جدا مش زي عندنا في مصر. فايه لا، تجروا بجد يعني. السكيورتي قال لي داون ستيرز اند ذن ليفت سايد، مفيش ليفت. لا اكيد همشي قدام شويه يعني بعدين اخد ليفت. انا تهت تاني، مش عارفه ايه اللي هيوديني الجنينه. انا عايزه اروح الجنينه. اوكي في جنينه كده حديقه جاردن. وانا بدور على الجنينه اللي هي اصلا النافوره بتاعت KLCC اللي عند البرجين للناس اللي عارفيهم يعني، لقيت نفسي دخلت سوبر ماركت. ايه ده فاكهه. انا نقطه ضعفي الفاكهه. شوفوا الوجبات دي غريبه قوي. ما انا اكونش يعني مزعجه. دي النافوره اللي الناس تقف عليها عشان تتفرج عليها. اظن ان هم قافلين ديت علشان خاطر الفاشن شو. شايفين كوالالمبور فاشن ويك. انا بقى هروح اي مكان كده يبقى نايس عشان اكل. جعانه. ناس عماله تجري مش فاهمه في ايه. شايفين عماله تجري. انا عايزه اكل. مفيش مكان للقعاد، في مكان بس للجري. شوفوا شكله حلو ازاي الاكل يعني. يا جماعه الناس بتيجي ورايا تصور زي ما انتم شايفين فلاش ماشي. يصوروا يعني البرجين، وانا تقريبا اكيد ظاهره في كل صوره وانا باكل. حد لو كان موجود كان هيخليني اكمل الاكل، اكمل الاكل. شوفوا لقيت ايه البتاعه ديت، النبته ديت اللي هي لما بندوس عليها كده بتطلع عصير شامبو او حاجه مش عارفه. واخدت جراب روحت على البيت. جماعه الناس اللي مش فاهمه جراب دوت زي اوبر عندنا او زي ان درايفر والكلام ده كله، اسمه جراب، ده المشهور في ماليزيا. وبس يلا اشوفكم بكره. صباح الخير. النهارده حاسه ان هو يوم لطيف قوي قوي قوي. صحيت وحطيت ميك اب على موسيقى عمر خيرت، فاوف كورس هيبقى مزاجي حلو. المهم النهارده تاني يوم عندي تصوير برضو، بس هروح الاول كافيه افطر هناك واعمل شويه حاجات تانية ليها علاقه بشغلي انا. وتعالوا معايا. مبدئيا انا مش عارفه الطريق فانا ماشيه على جوجل مابس. المهم عندي شويه اديتنج هعمله لفيديو اليوتيوب، وعندي شويه كونتنت محتاجه اظبطه، وعندي مانيفستيشن اشتغل عليه، وعندي حاجات كده حلوه قوي هعملها ان شاء الله. بس اوصل اصلا اتاكد ان انا ماشيه صح. حتى هنا في معاكسه قرف. اسمه ايه ده دولة. بصوا يا جماعه ماليزيا مش دوله المشي. ماليزيا الدوله اللي تشجع على المشي والتمشيه. يعني انا دلوقتي بمشي اهوت مفيش مكان ليا يعني بمشي على عشان ما ادسش. شايفين المفروض ادخل يمين. المشكله ان الجو حر بشكل يعني انا ان شاء الله ما تشويش او ما تسرقش على ما وصلت. هو باقي 6 دقايق تقريبا. مكان غريب قوي مش فاهمه انا فين. جبت اكل وجبت عصير. هي ادتني ده فور فري، قالت لي I will give you free gift. ادتني دوت. هو كورن. انا ما اعرفش ايه عصير الكورن. عصير ذره. متخيلين يعني ايه عصير ذره؟ غريب مسكر قوي. لازم ابقى واخده بالي. بصوري انا المفروض اطلع هنا وانا في عربيات رايحه وجايه عادي، بس انا هطلع همشي كده. في ناس بتمشي كده شايفين. والله مش فاهمه انا ايه ده. يا الله خير وحافظني. بس انا خلاص اتشويت خلاص مش قادره. عايزه تكييف بسرعه قبل ما يجي ضربه شمس. يا جماعه تقريبا وصلت. بس يا جماعه هو ده، بس مش عارفه اذا في مكان ولا لا. Hi, is there a place available? Yes, Only me. only you. المكان لطيف بس مزعج. اتفضلوا معايا يا جماعه اختاروا شوفوا هنجيب ايه ده بنختار. انا عايزه قهوه منين؟ وانا عايزه قهوه من مصر. تعرفوا تعملوها لي دي؟
الكابتشينو جاي. ياي شكله تحفة. شوفوا 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 جماعة، حتى المنيو شكله عسول قوي. كنت عايزة اقول لكم على حاجة، انه انا يومي كان هيبقى عادي جدا، او يعني اقل من العادي. شغال اوكي. بس انا قررت ان انا لازم اخليه يوم حلو، لازم اخلي النهارده يوم حلو، عايزه اتبسط. صحيت بدري شويه وشفت بحثت عن الكافيهات القريبه مننا وكده، وقلت لازم اروح كده اقعد في كافيه، اظبط اموري، اشوف انا عايزه اعمل ايه الفتره الجايه، اكتب شويه، وعندي شويه شغل كمان اعمله، شويه اديتنج وحاجات كده. فقلت ايه، اقعد واخلصه قبل الشغل التاني اللي هو بعد شويه. فعايزه اقول لكم يا جماعه، انتوا اللي بتخلوا يومكم حلو، صدقوني والله، ما تستنوش حد يظبط لكم يومكم ويظبط لكم مودكم. انتوا اللي بتخلوا يومكم حلو، والموضوع كله قرار. انت بس تقرري انك تعملي كده. ده الكتاب اللي حاليا بقرا فيه، اسمه The Law of Attraction، اتكلمت عنه على الانستجرام، فهقعد اقرا فيه شويه وبعد كده هبدا اكتب عشان امانيفست، اشوف انا عايزه اشتغل على ايه الفتره الجايه as a law of attraction، وبعدها هشتغل. اوكي، فوش مي luck. حبيت الحمام، شايفين ورد وحاجات وكله بينك بينك في بينك. يلا بينا لازم نمشي. جود باي أخيرة للمكان، شايفين. حاليا طلبت جراب ومستنياه يجي، ممكن نروح اشتري مية قبل ما يجي. هلو. لو حد هيجي ماليزيا، اكتر حاجة مشهورة هنا زي اوبر وان درايفر عندنا، حاجة اسمها جراب، اسمه جراب. اوكي. وفي غيره ان درايفر كمان شغال هنا، وفي حاجة اسمها ميكسم، بس اكتر حاجة مشهورة جراب، واحسن حاجة جراب. جراب سهل جدا ان انتوا لو في اي حاجة حصلت على طول تبلغوا، بيتواصلوا معاكم على طول. فيا اوكي، انا وصلت. هو ده المكان اللي هنصور فيه مفروض، بس انا لسه ما قابلتش الشخص اللي هصور معاه، منتظرة، او ممكن ادخل استنى جوه. خليني اقول لكم على حاجه، لو فهمتوها واستوعبتوها وطبقتوها ممكن تغير حياتكم كلها. الناس اللي انتوا بتقابلوها بعد كام سنه، بعد كام يوم، بعد حتى نص ساعه، مش هيفتكروكوا، وهينشغلوا في حاجاتهم وشغلهم وعيلتهم وعلاقاتهم ولا وات ايفر عندهم ايه في حياتهم. فما تهتموش للدرجه الناس رأيها ايه عنكم، او بتشوفكوا ازاي، او موقف حصل او ايا كان. شوفوا انا دلوقتي قاعده اهوت، ناس قد كده قدامي معديين كلهم بيبصوا للبنت اللي بتصور ديت. I don't care. هما دلوقتي ممكن بيبصوا، بعد 5 ثواني مش 5 دقايق حتى، هيبقوا نسيوا وبيشوفوا هما هيركبوا ايه ولا هياكلوا ايه. محدش مهتم للدرجة، محدش مهتم للدرجة انت بتعملي ايه. عيشي حياتك، اعملي اللي انت عايزه تعمليه. افتكري ان الناس ديت مسيرها هينتهوا زي ما انا كمان هنتهي بعد كام سنة، الله اعلم، يعني ربنا طول في عمرنا. ف ما تخليش ابدا رياكشن الناس او الناس هتقوله، او تبقي خايفه تعملي حاجه بالذات ان بابليك او بره. ارتاحي، اعملي انت عايزه تعمليه، يعني اللي يجي في بالك اعمليه. اوكي، اللي تحسي ان هو صح وماشي معاكي ومبادئك وكل حاجه تمام، بس خايفه الناس او مكسوفه، لا كفايه. الفقره دي انتهت في حياتنا من اللحظه دي. انا بقول لك انا عارفه. واو، واو المكان، خليني اوريكم. شوفوا شوفوا، اوه ماي جاد الفيو. كال كلها شايفاها من هنا. اوكي دلوقتي هبدأ شغل، اشوفكم بعد ما اخلص. باي باي. اوكي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. جعانة جعانة. اوكي
لقينا الحمام. خلصنا نص التصوير، لسه باقي نص تاني، بس هناخد بريك ناكل عشان انا ميتة من الجوع. كنت بدور على ميه، لقيت نفسي وصلت المكان فيه بول وفي ناس، بس شكله حلو قوي، بس مش عايزه يعني اخرج خصوصيه حد، فما علينا، يلا خلينا نمشي. ان شاء الله بلاقي الووتر ديسبنسر، ريحته حلوه قوي. اوف يا ربي جعانه. خليني اوريكم. شوفوا هو ده صوص مع بطاطس، وده حد، ده بيكون حراق والعصير. هاكل وارجع. الحمد لله خلصت. وخلاص دلوقتي مروحة، الساعة تقريبا لسه ما جاتش 9، بس عشان ارتاح، وكمان اطلب اكل تاني عشان غالبا هجوع، وغالبا هطلب سوشي. بكرة بقى عندي تصوير تاني، انا مكنتش عاملة حساب دوت، في شركة كلمتني، شركة برفيومز، فهروح هناك برضو هصور لهم اعلان غالبا بكرة بالليل. هطلب اسمه ايه ده، هحجز باص وهروح go home. حاسه اني ما عنديش اي شغف اني اقعد في كال واقعد اتفسح وكده، مع ان انا عندي ويكند دلوقتي، يعني ايام الدراسه هي اللي اشتغلت فيها، وبعدها هيبقى في ويكند هروح فيه. ما اعرف، محدش بيعمل كده في الدنيا يعني عشان تبقوا عارفين، بس خلاص هروح. وصلت، بس بدور على مكان يكون فيه ميه، لانه فوق ما فيش ميه. مش عارفه دول ممكن يكونوا عندهم ولا ايه. اوكي، جبت ميه وجبت صابونه. تقولي لي جاب الصابونه، هقول لكم عشان انا نسيت اجيب الغسول بتاعي، واكيد مش هشتري من هنا غسول يعني غالي بس الوش بصابونه عادي عادي. الراجل قدامه كام دقيقه ويوصل، فهستناه اخد السوشي بالمره وبعدين اطلع. علشان ايه؟ يكون هو ده. لا مش هو. كل ما موتوسيكل عادي اقول هو ده، الاقيه مش هو. thank you so much. يلا بينا، let's go home. باي باي، تصبحوا على خير. انا وصلت. صباح الخير. النهارده خلاص اخر يوم ليا هنا. عندي تصوير زي ما قلت لكم، هروح بافيليون KL، وهناك هنصور ان شاء الله، وبعد كده غالبا هتغدى وارجع واحجز الباص واجو هوم. بس I'm excited for today. دلوقتي عندي تقريبا نص ساعة، لا تلت ساعة، فهستغلها ان انا هقعد اكتب content ideas، او اشوف انا هكتب السكريبت بتاع الفيديو اللي انا هصوره هناك. I'm so happy. انا وصلت، شايفين؟ oh my god. تقريبا دول مشاهير بيتصوروا هنا، مش عارفة. الحمد لله لقيت المكان، يعني عرفت هو فين، خلاص رايحة دلوقتي ناحيته، وهروح هناك هصور ان شاء الله، وبعد كده هرجع لكم. خلصت تصوير واخدت من عندهم gift. they're so cute يا جماعة. كنت بدور على مطعم، في مطعم معين عايزة اكل منه، فبدور عليه في الخريطة دي. شايفين هنا في كل حاجة، لان المول عملاق يعني، بس انا مش لاقيه حتى اسم المطعم اللي انا عايزاه. لقيته يا جماعة، هو ده ناندوس، بس ده بقى ايه؟ هل دي شفرة E1 1015؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ كنت عايزة اسأل بس محدش فاهم حاجة تقريبا. انا جيت مطعم هنا وطلبت اكل عشان انا خلاص جعانة. ديت سوب ودوت، جبت سيزر سالاد ودوت تي. المحل ده اسمه ناندوس، باين هنا ولا لا؟ صح. ناندوس. اوكي، المحل ده من احلى المطاعم. تشيرز. وانتي بتاكلي ما تشوحيش بالشوكة كده، غلط جدا. الحمد لله اكلت وشبعت، دلوقتي ممكن اتمشى شويه وبعد كده اروح. فخلينا افرجكم شويه. المول يا جماعه فيه كل البراندز الفخمه، عارفين؟ عديت من شويه على ارماز، مش شايفه اي حاجه انترستنج بصراحه. ايه ده؟
عارفين فكرني بايه؟ فكرني بالشخصيه الشريره اللي في كرتون كاسكو، صح؟ هو المفروض خلاص امشي لانه خلاص يعني الوقت تقريبا الساعه 7:30، بس عايزه الف شويه. يا جماعه انا بحب البليزرز، ده بليزر شكله حلو قوي. ده كام؟ 5900 رينجت، يعني قرب $2000. طبعا رخيص جدا زي ما انتم شايفين، مفيش حاجه ارخص من كده. بدل ما انتم محل فاضي يعني دخلوني وادوني هديه، ادوني جيفت. زرافه رولكس، طبعا في هدف احنا اللي مش فاهمينه. انا خلاص تعبت فهطلع هروح، يلا بينا. قعدت في كافيه لغايه ما يجي جراب، لسه قدامه 10 دقايق تقريبا، ف استنى هنا شويه لغايه ما يجي. شايفين الشاشه اللي ورا دي شكلها حلو قوي. ايه رايكم اختار انهي واحده؟ خلاص مروحين، هروح محطة التي بي اس اللي هي محطة الباصات، وهناك هاخد الباص بتاعي. شوفوا يا جماعة انا وصلت. هو ده التي بي اس، اوكي. عامل شبه المطار، شبه المطار حرفيا. خليني اقول لكم وجبت البوردنج. دي اسمها البوردنج، زي برضو الطيارة. انا جبت يعني انا اخدت تذكرة ودي البوردنج بتاعتها. وبعدين بقى هروح اشوف انا في انهي جيت وهروح الجيت دي. فهمتوا؟ بصوا يا جماعة، دي اول مرة ليا اكون متواجده في هذا المكان اللي اسمه تي بي اس من غير ما اكون متوتره وخايفه وبجري وفي ادرينالين يكفي نص الكوكب، لان انا واصله بدري. ده احساس رائع يا جماعه، اوصلوا بدري. ده درس النهارده. شوفوا دي مثلا جيتس، اوكي. فوق هنا بيكون في مطاعم وفي محلات، بس طبعا دلوقتي الساعه 2 بالليل فهي قافله، يعني معظم الحاجات قافله، اوكي. وهناك في كمان جيتس تانية وهكذا يعني. فانا المفروض اعرف انا في انهي جيت من البتاعه دي واروح لها وانزل هناك واستنى الباص بتاعي. الكيو ار كود ده بنحطه هنا كده. تخزلنيش، اشتغل لو سمحت. تقريبا ممكن من بعيد كده. يلا شفتوا فتح. هقعد بقى استنى هنا في الانتظار مع الناس الجميله ديت لغايه ما يجي الباص. كان في بقى حد مريب جدا مستني معايا نفس الباص بتاعي، وعمال يحاول يكلمني عن طريق جوجل ترانسليشن ويوريني هو بيقول ايه. ففي اللحظة دي كان بيقول لي انت شجاعة جدا ان انت تيجي هنا لوحدك. وانا حرفيا الجملة دي رعبتني زيادة يعني اصلا، اللي هو عارفين كأنها بداية الفيلم الرعب. ومش هو كان قاعد قدامي، بس يعني الحمد لله ما صورتش في الباص، بس الحمد لله وصلت على الولاية بتاعتي انا وركبت جراب كمان ودخلت، وصلت الحمد لله على الجامعة. طبعا اظن باين عليا قد ايه انا تعبانة وهلكانة. شكرا ليكم ان انتوا كنتوا موجودين معايا وشاركتوني في هذه الرحلة، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.